فتحي عليه يا رزاق يا كريم. حماده يا حماده، حماده حموتي، بتاعتي على جماله وهو نايم يا ناس. قومي يا دناي، قومي يا بابا بقى عشان تلحق المدرسه. يوه الواد اتقتل كده ليه؟ ولا حماده يا خدتني. يوه ده صاحي من زمان. يمين صاحي من زمان. طب قومي يا حبيبي يلا يلا عشان تغسل وشك وتفطر. طب اللقمه دي عشان خاطري. يوه بقى مش قادر بقى خلاص. طب استنى بق لبن. طيب الله حماده، طب بق لبن وحياة امك يا حماده وحياة امك. انا وشفا يا دناي، كل سندوتشاتك كلها. خلاص بقى يا اما. يو حماده ده الكابتن. دنايا مالك يا حبيبي؟ والله عليك يا دنايا، مالك يا حبيبي؟
احمد يا حبيب ام احمد يا بطل انت يا راكي يا واد راكي. ايه ده ما جاتش السندوتشات بتاعتك؟ المهم ان انا كسبتهم. صح يا ولا صح. كابتن كسحت العيال يا كابتن. ضربتهم ازاي وريني. يلا اديله في ودنه مش عايز يشوف. خدك شطه خدك شطه ها خدك شطه عشان يشوف ها. ايه في اديله يا اخي الشاي واقع. ايه في ايه؟ مش انا قلت لكم اول ما ربنا يكرمني واكسب عازمكم على اكله سمك؟ برطعوا النهارده برعايتكم بقى. كله بس ما تحفوش. هنحف بقى. مبسوط قوي فرحان وبرطعوا وما تبرطعوش. مبسوط عشان خدت المج ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ امال كنت سخنان وعمال تقول مانو مانو مانو. عشان احنا متربيين مع بعض على الحلو والمره. ما بحبكش تتغلب ابدا، بحبك تكسب على طول. يا ابني امال ايه ده؟ ما انا كسبت يا ابني. ده كاس المناطق كاس المناطق يا جدع. بص شوف يا عم كاس المناطق ايه وبتاع ايه؟ يا احمد الحلم الحقيقي والمجد الحقيقي مش هنا في الاسماعيليه. المجد الحقيقي هناك في مصر يا احمد. المباريات والتدريبات. احنا بنحلم يا احمد، خلينا نحلم، يمكن نحقق حلمنا في مصر ونوصل للعالميه. يا عم ايدي على كتفك، قول لي اول طريق مصر منين؟ اذا كان على مصر طريقها عندي. فين يا عم؟ في طريقين، طريق زراعي وطريق تاني لسه ما اكتشفتوش. مش انا قلت لك بلاش نجيبه معانا؟ يا ابني افهمني انت وهو. انا عايز اقول لكم ان مفيش فيك يا مصر مدرب الا وعاوز يخدمني. يا عم هات لي واحد بس من اللي عايزين يخدموك دول. ومش اي واحد، ده الكبير بتاعهم، المعلم، شيخ المدربين. ده مدرب كويس ولا شليحي زي حالاتك؟ لا انا شليح عشان الظروف اللي انتوا عارفينها، لكن ده كده. اسمعوا، انا هكتب لك توصيه وان شاء الله هيخدمك عشان خاطر العبد لله. اتكلوا انتوا على الله واطلعوا على مصر. مصر ايه يا ابني؟ يما هناك النوادي حلوه وليها مستقبل، وانا نفسي العب هناك بدل البهدله اللي انا فيها هنا يما. مصر لا، وانا قلت لا يعني لا، مش معقول اسيب صحابي هنا. يما حبيبي اسمعني، احنا لا نقدر على عيشة مصر ولا مصاريف مصر، ولا نقدر نبعد عن بلدنا يا احمد. يما احنا مسافرين ليبيا، دي ساعة زمن بالعربية، والله ربنا يكرمنا هناك ونبقى زي الفل. يلا يما والنبي، يما يا احمد يلا يما. يا رب. معلش يا غالي، على عيني وحياتك، ده انا كفايه عليا ريحتك في البيت، صوت خطوتك في الرايحه جايه بيرن في وداني. الواد كبر يا اخوي وعايز يرفرف بجناحات، بس ايديه مش طايله يا كبدي. ما تقلقش يا ماما، كده ايجار البيت والمحل في اسماعيليه نقدر نأجر بيه شقه حلوه في مصر، وبالمره ربنا يكرمنا ونفتح محل موبايلات صغير كده نمشي بيه نفسنا مع فلوس المطوشه والتدريبات. ان شاء الله ربنا يفتحها علينا فتح كبير قوي. امان عليك يا حبيبي، لو جرالي حاجه في مصر تدفني جنب المرحوم ابوك في اسماعيليه. ربنا يستر طريقك انت واختك، قادر يا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. على فين؟ على فين انت وهو؟ عايزين الكابتن طلعت. طب وريني الشنط الاول. اتفضل. اركنوا على جنب، اركنوا على جنب. معلش يا اكرم بيه، مجلس الاداره منع دخول العربيات خالص. ماشي يا سيدي، عينينا لمجلس الاداره.
التعليمات على الكل. انا لا. كويس الحمد لله الحمد لله. ربنا يستر عليك. دخلنا الكابتن طلعت بقى. عينيا الاثنين. تعالوا معايا تعالوا معايا. خلي بالك من البوابه. يلا. بصوا خلوكوا انتوا هنا لما اشوفوا فين. انت نور؟ كابتن احمد. ممكن اخد ورد؟ الورد كله تحت امرك، اتفضل. نور انا بقالي كتير بدور عليكي. انا ما صدقت لقيتك. وانا يا احمد كنت بدور عليك من زمان. بجد يا نور؟ بجد يا حبيبي. حبيبي تعبيط يالا ولا ايه؟ ما لقيتوش، بس اقول لكم تعالوا نشوف في حلبة الملاكمة. يلا بينا. معلش انا اسف. لا خلاص خليها. لا ربنا يخليك، اصل انا داخل بلعب بوكس بتمرن هنا. شكرا. برضه مش موجود. بصوا خليكم هنا لما اشوفوا فين واجي على طول. شايف الاجهزه يالا؟ يا مالك هات العروسه. ولا قوم يا انت وهو يالا. الاجهزه دي عشان تنضفوها مش عشان تلعبوا عليها. قوم يا دي اللي راسم توقف شعرك يالا. اسود. يا عم انت بتتكلم ليه كده على الصبح في ايه؟ يا نهار اسود. اسفين يا اكرم بيه اسفين. يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا ما تردونيش في ده. خدهم بره واخرج يالا. يلا يا احمد هنرجع تاني. يلا بره يالا. يا جماعه ما ينفعش تتكلموا عليه، ده ظابط وممكن يوديكوا في داهيه. ظابط على نفسه، ده رخم قوي. معلش انا اسف. انت مقصداني ولا ايه؟ لا والله. والله. يا فؤادي جلست هو ده الكابتن طلعت. نعم. انتوا اللي بعتكم بقى استوموا ما يغركوش. تعالوا ورايا. بص بقى كابتن عادل ده احسن مدرب بوكس في مصر. كابتن عادل جايب لك 2 فرز اول يستحملوا الهدف. ها وبكره ان شاء الله هجيب لك 2 تاني كمان. ها شرفوني. شرفوني. قول لي بقى انتوا لعبتوا بوكس قبل كده؟ امال احنا جايين نتضرب ولا يا كابتن؟ طبعا جايين تتضربوا. نعم. نعم ايه؟ هو طلعت ما قالكوش انتوا جايين تهرجوا؟ كملوا يا شباب يلا. الضرب علينا يعني ايه؟ دي اخرتها؟ اهدى بس يا احمد لما نشوف هنعمل ايه. نعمل ايه في ايه؟ انت عايز كل من هب ودب يقعد يضرب فينا ويدب فينا؟ يا ابني ما هي دي الشغلانه الموجوده دلوقتي. دول هيدونا 30 جنيه ووجبه. وجبه ايه؟ انت مجنون يالا؟ ما انا جاي من اسماعيليه ومبهدل امي واختي عشان خاطر وجبه؟ يا ابني انا جاي عشان نفسي ابقى حاجه. انا نفسي ابقى بطل يا تايسون. منك لله فتح الكلب. احمد جبت 10 من 10 وغلبت كل بتوع مصر. جدع. ولسه فاشله في النصوص. حفظت النشيد ولا لا؟ فزت. طب سامعين. حلف بنساها وترابها. سماها. ماشي. احلف بسماحة وترابها. سما. احلف بسماها وترابها. وانا اول مرة اشوف ملاكم بيغني. وانا اول مرة اشوف هطل في لسانك. مدرس بيقول لنا عايزين 200 جنيه عشان نجهز المدرسة. قلت له انا بقى هتجددوا المدرسة ب 200 جنيه بس. طلع هيلم من كل واحد في المدرسة 200 جنيه بس انا طبعا ما سكتلهوش. جدع. قلت له ايه يعني؟ قلت له حاضر من بكرة الصبح يكونوا عندك. احلف بسماها وترابها. وعلى فكرة ممكن برضه عايزة منك فلوس بس مش هتسكت. اسكتي يا بنت. في حاجة يا أما؟ سلامتك يا ابني. العيشة هنا غالية قوي يا أحمد. في الإسماعيلية الرغيف بشيلن، هنا بربع جنيه. ربنا كريم يا أما إن شاء الله يفرجها بإذن الله. هاي كابتن اكرم. هاي يا شيماء ازيك؟ صباح الخير يا نور. صباح الخير. النهارده في تمرين جامد قوي، مش تيجي تتفرجي ولا ايه؟ لا مش هينفع علشان
اقول لك ممكن، بس هحصلك هاجي وراك. باي. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. انا جبتهم يتضربوا ضرب يا باشا. ما جم قبل كده وما عجبهمش انهم يتضربوا ومشي. يا باشا احنا احسن ناس تتضرب في مصر، بس ساعتها جربنا. بقول لكم ايه؟ عايزكم تتضربوا وترفعوا راسي. ان شاء الله نطحن على قد ما نقدر. يعني مستعدين تتضربوا؟ طبعا يا كابتن طبعا. البسوا القلبزات وجهزوا عشان تتضربوا. يلا جات يالا مزه بس عشان مع الكابتن خش اتضرب وانت ساكت. خش خش يا ذكر، يلا وريني نفسك. يا ابن الكلب، انا مش ابن كلب يا مفتري. لا ابن كلب وزباله. انت مين يالا؟ ستوب من ايدك زباله. كفايه اطلع بره الزباله ده. ستوب، ده زباله يا ابن كلب. بقول لك اسكت. يلا بسرعه على اياد. يلا. مش قادر يا احمد. ان شاء الله صاحبك هيبقى كويس. احمد انا عايزك تعدي عليا بكره عشان اعمل لك اختبار. انا حاسس ان انت خامه كويسه. ربنا يخليك كابتن. ويخليك. عن اذنك. اتفضل يا كابتن. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، احنا تعبناكي معانا، انا اسف والله العظيم يعني على اللي حصل يعني. لا ده واجب، وبعدين انتوا ضيوفنا وده حقكم علينا. لازم يعمل اشعه رنين بسرعه وتجيبها لي بكره. بس اهو البيت اهو. يا عم خلينا قاعدين شويه. انت فاكر نفسك في الملاهي؟ شاكرين جدا على الذوق والاخلاق والجمال. خلي بالك من صاحبك. ربنا يبارك لك يا رب. يلا يا تايس. شكرا. بقول لك ايه يا احمد، هو البنات اللي في النادي زي اللي بيطلعوا في الكليبات؟ كليبات مين؟ دول قمر. اتاريك شرطان في الموضوع جامد بقى. وانا بتاع الكلام ده برضو؟ انت اصلا مالكش غير في الكلام ده، ولازم هو تعرف دلوقتي حالا. يا ام احمد خد يا بنت. عارفه لو قلت لها قطع رقبتك وانما تقولي لها وانما افتح الباب. لا يلا. صغيره على الكلام ده، افتح انت. اصغر. هو الباب بقى للكبار فقط ولا ايه؟ ايوه. لا والله. مين اللي على الباب يا ايمان؟ حي مودي، واحده من بتوع الكليبات. انا ما شفتهاش غير بعد ما مشيت بالعربيه، فقلت اجيبها لك. ربنا يخليك. الحمد لله ما وقعتش في الشارع والله، كان ربنا ستر. يا اخويا ما توقع، يعني هي ما هي فاضيه اساسا. الظاهر كان مغمى عليك انت كمان في العربيه. ايه؟ انا اسفه يا طنط ان انا جيت مره واحده كده. يوم مال يا اختي كنت عايزه تيجي على مرتين. يلا بنضحك كده بنفرفش، عايزينك تبقي كده زينا ومننا كده. انتي شكلك مطربه صح؟ مذيعه صح؟ العاشره مساء. يما. ايه التاسعه؟ تساع مين يما؟ انسه نور دي عضوه في النادي وصاحبه محل ورد كبير، وكانت معانا لما تايسون تعب، ما فاتتناش ولا لحظه بالعربيه بتاعتها. يا سلام، كتر خيرك يا بنتي. تتعشي معانا بقى ولا تروحي قبل الليل ما يليل؟ يما هتطرديها ولا ايه؟ مش قصدي والنبي، اصل احنا عندنا بسله قرداحي من غير لحمه، اللحمه ما كفتش، بس احنا كل يوم جمعه بنعمل لحمه. يبقى هاتها يا احمد يوم الجمعه تاكل معانا لحمه. حاضر يما، هجيبها يوم الجمعه تاكل لحمه. حاضر. لا يا طنط ميرسي بجد، انا متاخره ولازم امشي حالا. عايزه تمشي يعني كمننا مش عاملين لحمه؟ طب ايه رايك بقى ان البسله القرداحي احلى كتير من ام لحم؟ وانا هقعد وهاكل بسله من غير لحمه. والنبي. عارف يا احمد، من ساعه ما امي ماتت عمري ما حسيت بالدفى اللي حسيته في وسط اهلك.
اصلهم ناس طيبين قوي. هما كانوا فرحانين بيكي والله، يعني اول مره يحسوا ان حد نضيف دخل البيت يعني. هو انت جيت مصر ليه؟ والله انا جاي من اسماعيليه عشان العب بوكس هنا في مصر، يعني نفسي ابقى حاجه جامده. لعيبه مصر احسن من لعيبه الاسماعيليه طبعا. لا بالعكس والله، احنا عندنا في اسماعيليه في اصول في اللعب، يعني لو لاعب مصاب ابعد عن الاصابه بتاعته. هنا ما يصدقوا يلاقوا اصابه يفحتوه، يعني زي الجدع خطيبك ده اللي كان بس. ثانيه واحده ثانيه واحده، مين خطيبي؟ اللي هو الجدع الاقرع ده اللي كان بيشاور لك ده. هو عندكم في الاسماعيليه لما واحد يشاور لواحده يبقى خطيبها؟ لا اصل كان في عشم جامد ومشاوره جامده قوي يعني، فقلت فيه يعني خطوبه يعني. لا يا سيدي هو مش خطيبي، حتى ايدي فاضيه اهي. الله احسن والله. هو ايه ده اللي احسن؟ العصير ده ايه ده؟ لب. لب؟ لب. اللي بنزازه؟ بيعصروه ازاي يعني؟ بيعصروه؟ يعني كل واحد بيقعد يقزز ويرمي يقزز ويتفتت، ده على كده المحل كله عمال يتفتت في الكوبايات دي بقاله 3 ايام. حد قال لك قبل كده ان انت سكر؟ لا قالوا لي يا عسل، قالوا لي يا جميل يعني. السكر دي حلوه يعني. دي رخصة نور، كان عليها 12,000 جنيه مخالفة، خليتهم 600 دفعتهم لها. 12,000 جنيه بس؟ يا عيني يا عيني على الفواتير. يلا خير، قول لي وايه كمان؟ ابعت حد ياخد موافقة الأرض الصحراوية علشان خطة. تتكلم بجد؟ برافو عليك، هايل. عملت ايه في حكاية نور؟ شوف يا أكرم، أنت بتخلص لي الشغل في أيام غيرك بيخلصوا لي في شهور. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يا أكرم باشا إنك تكون لسه عامل لي خدمة بعد كده تيجي تسألني موضوع نور إيه؟ وده لسببين. السبب الأولاني إنك بتاخد فلوس نظير الخدمات دي، أما السبب الثاني فلأن موضوع نور ده شيء والبيزنس اللي بيننا وبين بعض ده شيء تاني خالص. أما بقى بالنسبة للكلام الودي فأنا سبق وقلت لك إن ما عنديش أي مانع إنك ترتبط بنور، بس على شرط هي اللي تختار مش أنا. هتختارني؟ ساعتين عمال اتحايل عليك عشان تقول لي الدكتور قال لك ايه، وبرضه مش عايز تقول لي يا احمد. يا ابني قال لي انت زي الفل ولازم تستريح شويه. انت عارف البنت نور كانت معانا النهارده في المستشفى؟ البنت دي اكتشفت ان ب 100 راجل. كانت خايفه عليك قوي. احمد انت عمال تتهرب مني، في حاجه مش عايز تقول لي عليها، ريحني. قول لي الدكتور قال لك ايه بالظبط؟ الدكتور قال عندك خلع في مفصل الكتف، واي تحميل عليه ممكن يخلع كتفك تاني. يعني ايه؟ يعني مش هتلعب بوكس تاني. مكتوب ايه يا بتاعي؟ انا ايدي سليمه. تايسون! لا! لا! أنا خلاص يا أحمد، حلمي ضاع في مصر يا أحمد. يا مصر، أنت بايخة بايخة أوي. خلاص 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 يا تايسون، وحد الله. برافو يا احمد، جميل. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. على فكره انا مبسوط منك، موهوب وليك ستايل ورد فعلك سريع وذكي. يلا يا استاذ روح غير هدومك. ماشي يا كوتش. اعتبر نفسك من دلوقتي ضمن الفريق بتاعي. ربنا يخليك يا كابتن يا رب. موفقك ان شاء الله يا رب. على اذنك. اتفضل. ايه ده انت طلعت بتعرف بجد تلعب اهو. شفت بقى؟ بالمناسبه الحلوه دي انا عازمك على عصير ترمس ايه؟ لا تقولي لي اللب بتاعكوا ده بقى اعفن منه بمراحل. اتفضلي. احنا نهرج ولا ايه؟ عاجبك الواد؟ انت ناوي تضمه ولا ايه يا كابتن عادل؟ عيب، انا مش بهرج، الواد كويس ولو دخل معانا مسابقه الجمهوريه هيجيب مركز كويس. امال انا بعمل ايه؟ يا سلام، ايه المشكله؟ يبقى انت وهو. طب بص بقى يا كابتن عادل، في حاجه مهمه عايز اقولها لك. النادي ده اتعمل علشان الناس المحترمه، مش علشان اي حد يلعب فيه. النادي ده اتعمل للمحترمين والناس الموهوبين كمان. مش ده لو كان موهوب اصلا؟ موهوب، انا اختبرته والواد موهوب بجد. موهوب وبيعرف يلعب وانا مش عاوزه يلعب. مش انت اللي تقرر مين اللي يلعب ولا لا، انا بس اللي اقرر. يا ريت تخليك في حالك وكفايه. ماشي يا سيدي.
ماشي يا كابتن عادل. خليه يلعب. ده ممكن تلاقيه رخيص شويه يعني اذا كان عاجبك. اتفضل. مش عاجبكم حاجه فيه؟ اؤمر. انا عايز تايسون، امال هو فين؟ مش موجود يا اخويا دلوقتي. كان طالب مني شويه شغل كده. شغل؟ شغل ايه؟ دول 12 حته بالصلاه على النبي. حته ايه؟ الموبايل ياما، وقالوا له عماد هيجيب لك زيهم بكره. زيهم ايه بكره؟ ما تقف تكلمني عيد الملك ملحوق على ايه؟ ايوه هنا جايلك في السكه اهي. في ايه؟ ايوه في ايه يا اخوانا؟ هنا يا باشا خدوه. محلتها باسم مين يا ست انت؟ باسم انا يا اخويا عطيات سليمان عبد المعبود والورق اهو. مش هسمع كلام كتير، الموبايلات دي مسروقه، هاتوها. يا لهوي ياخدوني على فين؟ احنا مش بتوع سرقه يا سعاده الباشا، احنا ناس شرف يا بيه. في يا خالتي يا ناس؟ ما اعرفش يا دايسه. شوف لي حماده فين؟ غدوني يا خالو. شوف لي حماده فين يا دايسه؟ شوف لي حماده فين يا ابني؟ حماده يا لهوي الحقوني يا ناس، هاتوا لي ابني. لا ايمان صلي عليك يا بنتي. انا راجعه يا حبيبتي، ما تخافيش يا ايمان. ارجع طب اخد بنتي. احنا من الاسماعيليه، انا غربه من الاسماعيليه. ابوس ايدك يا اخويا، ابوس ايدك. البنت بنتي ايمان. اوعي البنت يا ايمان، ارجعي البنت يا ايمان. اوعي يا ايمان يا دنايا، خلي بالك من ايمان. لا يا دنايا، روحي البنت يا ايمان، روحي البنت لوحديها. روحي يا دنايا، مش هتاخر عليك يا ايمان. الظابط بتاع الاسم جه وخد ماما عربية البوكس وقفلوا المحل. خير يا احمد، في ايه؟ انا اسف يا كابتن. في ايه؟ ده جواب الاستغنى بتاعك. استغنى عني انا؟ ليه؟ لو انت مش عارف ليه يا كابتن انا هعرف منين؟ مفيش حد من مجلس الاداره جوه؟ للاسف لا. استغنى؟ دي الطريقه اللي بيقولوا لي بيها شكرا بعد كل اللي قدمته للنادي؟ معلش يا كابتن، على رأي الشاعر الأبنودي ما قال: على قد ما تبقى حقير يحتفل العالم بيك، يكسيك شهادات تقدير. لكن انت مش كده، عشان كده استغنوا عنك. يا باشا الست اللي انتوا عبطتوا عليها دي مالهاش ذنب، 3 بالله العظيم الواد عماد كان جاي لي انا ماليش دعوه بالكلام ده، المحل باسم مين؟ باسمه وانا فندم. خلاص. انت ازاي تتكلم معاهم بالطريقه دي؟ ما بالراحه شويه. انتوا هتعملوا فيها يا ولاد ناس؟ انا هكلم بابا، هو اكيد هيتصرف. على فكره امك هتشرف معانا الليله دي لحد بكره الصبح ما نعرضها على النيابه. يا باشا ابوس ايدك والله العظيم ما ينفع تبات في الحجز، ابوس ايدك. عشان خاطري يا عم الظابط طلع ماما من الحجز، انا والله بخاف انام لوحدي. امشي يا بنت بره، كله بره. القرف ده. بابا قفل تليفونه. اللي حصل ده مش طبيعي يا احمد، في حد ورا الموضوع ده. مصر ايه يا ابني؟ احنا لا نقدر على عيشة في مصر ولا مصاريف مصر. أكرم! أمي لا! أمي لا!
بيه امي لا. في ايه يا ابني؟ امي خدوها يا باشا، يعني مالهاش ذنب في اي حاجه والله. يا ابني اهدى، في ايه؟ هتتحل كل حاجه ان شاء الله، ما تقلقش، ما تخافش. ايوه يا ابني، دي ابراهيم باشا. ابراهيم باشا ازيك؟ معلش يا باشا مش هعطلك. عندك محضر باسم واحده اسمها عطيات سليمان عبد المعبود. عطيات سليمان عبد المعبود. سرقه؟ سرقة يا باشا والله ما ليها دعوه باي حاجه يا باشا. طب لو قلت لك انها كمان يا ابراهيم؟ ابراهيم لازم تخدمني. تخدمني؟ احمد. ايوه يا باشا. ما تروحش النادي تاني خالص. حاضر يا باشا، اللي تشوفه. ايوه. تبات في الحجز ازاي يا ابراهيم؟ يا باشا والنبي امي بلاش تبات في الحجز يا باشا. نور، تقطع علاقتك بيها نهائي. حاضر. يا ابراهيم تروح طبعا. ربنا يخليك لينا يا باشا، ده العشم برضه. ماشي يا باشا، مع السلامه. يلا يا حماده، امك هتروح معاك. ربنا يبارك لك يا باشا. احمد، المحضر لسه مفتوح. الكلام اللي قلته يتنفذ بالحرف الواحد. اوكي؟ انت تؤمر يا باشا، انا هنفذ. انا هخش اريح في اوضتي شويه. مش هتاكل لقمه يا اما؟ الولد يجي تاني وياخد ماما. ما تخافيش يا حبيبتي. حماده احنا حراميه. لا يا مان، احنا مش حراميه، وطول ما انا موجود مفيش بوليس هيخش هنا تاني. وكمان انت مش عندك مدرسه الصبح؟ طب يلا خش يا حبيبتي، نامي جنب ماما دلوقتي. احمد، والله العظيم ما اعرف ان الموبايلات مسروقه. امك دي امي، حد ممكن يأذي امه؟ يالا بقول لك ايه، مش عايز اسمع كلمه زياده في الموضوع ده. انت ايه، مش حاسس باللي انت عملته؟ عندك حق، عن اذنكم. انا عارفه ان اللي حصل لماما ده كتير، بس ما كانش ينفع تحرج صاحبك كده يا احمد، على الاقل قدامي. واظن النهارده انت عرفت مين اللي كان ورا الموضوع. بس هو سهلها له، قضيه جاهزه، محل موبايلات مسروقه، فرصه يا اكرم تخلص من احمد وتدوس على احمد واللي جابه احمد. خلاص مشواري في مصر انتهى على كده. انت عايز تهرب عشان خايف من اكرم؟ ما هو كمان خايف منك، يمكن اكتر من خوفك منه. بس شوف هو بيعمل ايه وانت وصلت لايه. انت فكرت اكرم عمل كده ليه؟ عشان فاكرنا بنحب بعض، وانت فين وانا فين، وازاي اصلا انت تحب واحد زيي؟ هو شافنا عمالين نضحك وبنهرب وبنخرج. احمد، انا فعلا بحبك. ايه؟ هما كانوا كام يوم بس حبيتك بجد فيهم. بس انا عارفه، انا كان عندي طموح اكسر الدنيا، لكن في اول خناقه الدنيا هي اللي كسرتني. انا ما ينفعش احب. انا اسفه، يا خساره يا احمد. نور، انا بحبك، ما اقدرش اعيش من غيرك. ماشي، بس هتواجه اكرم وهتحقق حلمك وحلمنا كلنا، انا وماما واختك. انت عارفه احلى حاجه فيك ايه؟ ايه؟ كل حاجه. لا والله. والله. اطلع ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا
ناس عيشتها ارتاحت وناس راحتها فاحت وناس بانت وعلت وناس في الزحمة تاهت. ناس بتسهر كل يوم وناس تقضي عشاها نوم وناس بتطلع في العلالي وناس بتطلع من الهدوء. ناس طايرة فوق البساط وناس عايشة حياتها قصار وناس لابسة حرير في حرير وناس نايمة على البلاط. أنا لا عايز قصر ولا براح، أنا عايز أقف في طابور مرتاح وأجيب لي عيشي وأروح بيتي وأنام وأنا ضميري مرتاح. لا عايز أشربها معدنية، كفاية عليا من الحنفية، يا خوفي لا يقطعوها عليا وأفضل أنادي وأقول يا مايا. مش احنا قلنا الحلوة والمرة يا تايسون؟ الحلوة والمرة. يا تايسون ما تزعلش مني وربنا غصب عني. يا لهوي على زعلك يا تايسون، حقك عليا والله العظيم. يا مانو انا كنت محتاجك اوي. دي شهاداتي ايام الملاكمه، ايام ما كنت لسه بلاكم. ودي اماني مراتي الله يرحمها، ودي ايه بنتي اجمل حاجه حصلت لي في الدنيا دي كلها. زي القمر، ربنا يخليها لك يا كابتن. ربنا يخليك انت يا نور. ها يا احمد، بتعمل ايه دلوقتي؟ معلش ملحقتش اخدمك. ما انا عشان كده جايلك يا كابتن. يا احمد ارجوك حاول تفهم، انا رميت الفوطه خلاص. تدريب تاني لا، في حاجات كتيره اهم من الرياضه والبطوله والجوائز. وتاريخك يا كابتن؟ تاريخي عباره عن شويه ورق وصفيح مالين الحيطان زي ما انت شايفه كده، محدش دريان بيها. بيتعاملوا مع النوادي اكنها عزب اهاليهم. خلاص انا زهقت وقرفت منهم. يعني نويت تقعد في البيت يا كابتن؟ لا طبعا، اقعد في البيت ليه؟ كلها يومين بالظبط وهنزل شغل جديد، مدرسه 5 نجوم، هشتغل مدرس تربيه رياضيه. بس انا ما صدقت الاقي حد محترم يقتنع بيا ويمد لي ايده زيك يا كابتن. يا احمد انا بطلت احلم خلاص. واحلم عشان اوصل لايه؟ ما انت شفت بعينك عيل تافه خلاهم طردوني من النادي بالطريقه الحقيره دي بعد كل اللي عملته عشانه. وعيل تافه زيي بيجري بعربيه في الشوارع مستهتر بحياته وارواح الناس، قتل مراتي وعمل لبنتي عقل. استنى لحد امتى؟ لحد ما تحصل لي انا كمان عاهه تعدي جنبها عاجز، ومين اللي يخدمها؟ انا بعد العمر ده كله كلاعب ومدرب مش قادر اعالج بنتي، مش قادر اسفرها بره. انا بموت كل يوم، كل لحظه، مع كل خطوه بخطيها وانا شايفها مشلوله وعايشه قدامي وقاعده في الكرسي الملعون ده. يا كابتن لو انت واللي زيك استسلموا بالطريقه دي، انا والعيال اللي زيي هيعملوا ايه؟ مين اللي هياخد بايدينا؟ ومين اللي هيساعدنا؟ ما كده خلاص يا كابتن، علينا عوض، خربت. يلا يا نور. احمد، انت عارف يا احمد، انت ونور بحس ان انتوا ولادي. انت كمان بتفكرني بنفسي لما كنت صغير. بس انا كنت سامع ان انت كنت ملاكم جامد يا كوتش. انت بطلت ليه يا كابتن؟ خفت. خفت ازاي يعني؟ في لحظه انا خفت فيها
ومهم ان انت وانت بتلاكم يبقى قلبك جريء. ثقتك في نفسك ساعات تهز خصمك حتى لو كان اقوى منك. بس لما جت بنتي للدنيا انا خفت يحصل لي ضربه تعمل لي عاهه ما اقدرش اربيها، وانا ما عملتش حاجه ليها هي وامها تحسسني بالامان. في اللحظه دي انا قررت ان انا اتوقف عن لعب الملاكمه، ولاني ما اقدرش استغنى عنها تحولت للتدريب. ساعه لما شفتك حسيت ان انت رهاني اللي انا ممكن اكسب بيه. انت ممكن تحقق اللي انا ما حققتوش يا احمد، ويا ريت في لحظه من اللحظات ما تخيبش ظني فيك. الله عليك يا كابتن، انا قلت له الكلام اللي حضرتك قلته ده وبالملي. وعلى فكره يا احمد، البطوله هي مهري. كده كسر. مين احمد ده؟ هو اكرم قالك؟ في ناس كتير قوي في النادي قالوا لي. احمد ساب النادي من زمان، يعني مفيش حد في النادي يعرف ان انا بقابله، يبقى مفيش غير اكرم. ده مش موضوعنا. موضوعنا ان في حد اسمه احمد. دادي ما تقلقش، انا عارفه حدودي كويس، وبعدين احمد انسان كويس قوي. انا فاهم انك عارفه حدودك كويس، بس كمان لازم يبقى في ارتباط بطريقه سليمه، ويبقى مفهوم ايه اخر الارتباط ده. عموما قولي لاحمد ان انا عايز اشوفه. بجد؟ بس ينفع يعني يبقى بعد البطوله؟ ايه ده؟ انت انا مش جيت لي بوس رجلي عشان خاطر امك؟ ماشي. وانت بتمرنه عشان يوصل للنهائي. حلو قوي. اهو وصل للنهائي. خليه يقابلني. اوعي تفتكر انك لحد غيري. مهما حصل انت ليه؟ فرحانه بيه؟ ده صرصار عصب وناس هتسقف لي وقانوني. خليه يقابلني. هيقابلك. هفعصه.
لازم تكسب. الواد قوي بس انت فنان، بيكشف وشه كتير، اي هوك منك هتخلص الماتش. جايب امك معاك تتفرج على امك؟ خايف؟ خف يا احمد! قمر! قمر! برافو يا احمد، كويس. بس عايزك تتحرك اسرع من كده، خليك اخف وارشق من كده في الحركه، والضربات تبقى طويله ستريت. كحم وشك، ما تخليهوش يطولك. بوكسينج. ضربه بعد ما الجوله خلصت، ضربه بالكوع، لازم تديله انذار. شغل بلطجه. اهدى يا كابتن، همجي، ده مش شغل ملاكمه ورياضه. انزل تحت وخليك في حالك. هتخسر برضه، هتخسر. اهدى يا كابتن يا همجي. خلاص يا كباتن. ارجع براسك لورا، خد نفس طويل. ها في ايه؟ مالك؟ مش مركز ليه؟ ما دام ضربك غلط يا احمد يعني ابتدى يخاف منك ويعمل لك حساب. الماتش ده بتاعك، عايزك ترضي عليه. عايز تخسر الماتش؟ عايز تضيعه منك؟ وتخسر من ده؟ في ايه؟ ركز. ركز يا احمد.
انت عملت اللي عليك، سواء غلبت او اتغلبت او حتى انسحبت. انا هفضل فخور بيك. ربنا معاك. احمد، انا عايزك تدفني. ترد على الراجل جامد. حاضر. الناس بتوع البيزنس بيحبوا اللي يبقى عنده ثقه في نفسه. حاضر. عايزك تعامله معامله الند بالند. يا عم انا راح اتخانق. انا قلت لدادي على كل حاجه. عارف يا احمد؟ تمام. عارف لو بعدت عني انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هذبحك. تمام برضه. لا والله. سمي يا دنيا وانت داخل عليه. ايه اللي بتعمليه ده ياما؟ وتقرا سوره الكوثر والنبي يا ابني والمعوذتين. ربنا ينجح مقصدك وينور لك طريق. ادعي لنا يا اما. ايه الدموع دي؟ فرح يا بنت. ربنا يخليكي ليه يا رب. ادعي لنا يا اما ربنا يسترها. ده عيالك يا دناي. ده عيالك. ربنا يوفقك والراجل يوافق ان شاء الله. يا رب. عريس ونتفشخر بيه. ماشي يا اختي. احلف بسماحة وبترابها. سماها اهي. سماها. على فكره احنا مش رايحين البيت، احنا رايحين له العزم عشان هو متعود يروح يصطاد في يوم الاجازه. ما تقلقش، انا مفهمه كل حاجه. بابا هيفرح قوي بنشوف. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. احمد دادي. اهلا يا احمد. اهلا بيك يا فندم. طب يا حبيبتي انا هتمشى مع احمد شويه قبل ما تحضري الفطار. حاضر. اتفضل يا فندم. احمد خليك هادي. حاضر. واتكلم بالراحه. حاضر. فك وشك شويه. امشي. الف مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا عمي، مبروك علينا كلنا. لا انا اقصد الف مبروك على البطوله. كنت قريت خبر صغير كده في جورنال، والله مش فاكر اسمه. انا سمعت ان الست الوالده عندها شركه اتصالات. انت بقى تشتغل معاها؟ اتصالات يا فندم؟ ده محل موبايلات صغير يعني، ممكن يعني نبيع فيه. ست مكافحه فعلا. وفي الاخر على ايه؟ على 400 500 جنيه في الشهر. على فكره الشباب اليومين دول ما عندهمش نفس روح الكفاح دي. عارف يا احمد، نور برضه مصروفها في نفس الرينج تقريبا، 400 500 جنيه بس في اليوم. وانت بتشتغل ايه بقى يا احمد؟ انا يا فندم ربنا كرمني وخدت بطوله الجمهوريه، ويعني عندي امل ان شاء الله ان اخد بطوله العالم للمحترفين. نفسي اجيب يعني ميداليه لمصر ان شاء الله. طب ما تلعب كوره يا اخي، على الاقل هتكسب فلوس كويسه.
شوف يا احمد يا ابني، انا ما عنديش مانع ابدا انك تتجوز نور، وما عنديش اي مشكله اذا كانت والدتك عندها محل في حاره وانتوا ساكنين في الحاره اللي جنبها. انا عندي مشكله واحده فقط لا غير، انك بدماغك دي اللي ما فيهاش غير رياضه وملاكمه وكلام فاضي مش هتعرف تحافظ لنور على اي حاجه. تفتكر يا احمد يصح اجوز بنتي لشخص بيحلم احلام عبيطه؟ هي الرياضه بقت حاجه عبيطه؟ واضح انك مصر على رايك. انا كنت متاكد من كده. شوف يا احمد، مشكلتك انك واقف على الارض واحلامك كلها طايره فوق بعيد في السماء. عايز تطير مع احلامك؟ جميل، بس الناس اللي بتطير مع احلامها في الاخر ملهاش غير مصير واحد. عارف ايه هو؟ ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي، وليه على ايه هنتألم؟ ما هو كله بيمشي ويعدي. ساعات الجرح بيريح، ساعات الدمع بيهدي، وليه على ايه هنتألم؟ ما هو كله بيمشي ويعدي. ما بتوقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي، ومين في الدنيا مش مجروح؟ ما بتوقفش الدنيا وادي، ناس بتيجي وناس بتروح، يعني جرح بجرح عادي، ومين في الدنيا مش مجروح؟ حياتي والنهارده فاضل لي ايه؟ الفراق بقى زي عادة وقلبي متعود عليه. نص عمري فات واديني ما افتكرش فرحتي فيه. نفسي اعرف مالها بيا الدنيا جاية عليا ليه؟ ازيك يا اخويا يا سعاده البيت؟ اموري الامر لله وحده. انا ام احمد. احمد صلي على النبي. انا عارفه طبعا ان الناس الكبار اللي زي حالاتكم لما شاب على قد حاله يتقدم منهم، يعني يتقدم ليهم، بيبقوا حاسين كده انه طمعان فيهم. لكن احمد ابني ابدا عمره ما طمع في حاجه مش بتاعته. احمد ابني عينه مليانه وشبعان. انا مربيه على الغالي. وبعدين احنا عندنا دي حب بيت الاسماعيليه. انت عارفه حضرتك البيت ده على كام متر؟ على 80 متر. كله هكتبه باسم احمد، كل البيت والسنترال كمان. عارفه حضرتك التأمين بس بتاع السنترال قد ايه؟ 12,000 جنيه. شوف بقى. والنبي يا سعادة الباشا، بص ايدك
عايزه ابني يفرح، عايزه اشوف احمد فرحان والنبي يا باشا. وانا هشتغل وهو هيشتغل، مش هنخليها عايزه حاجه خالص. هجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه عشان خاطري يا باشا، وحياة النبي وحياة النبي يا باشا. فرح ابني بس طيب عشان خاطري يا باشا النبي. حضرتك ليه عملت كده؟ عشان مصلحتك. بس انا مصلحتي مع احمد. هي مصلحتك برضه تبقى مع واحد طمعان فيكي عايز يستفيد من ثروتك ومركز والدك. اكرم قدامه مستقبل كبير، وانا متاكد انه بسلطته ممكن يحافظ عليكي وعلى فلوسك. انما احمد لما هيبطل ملاكمه هيبقى ايه؟ هيبقى عاطل. دادي انا بحبه. قصص الحب دي اتعملت عشان نتفرج عليها مش عشان نعيشها. صدقيني يا بنتي، الحب الحقيقي هو الحب القايم على المصلحه. اكرم هو الشخص المناسب ليكي. بعت كرامتنا يا امي؟ خلاص ارتحتي؟ رحت له ليه؟ ما هو عشانك يا ضنايا. كنت قلتيلي ده الحقيقة شوية اللي فاضلين من كرامتنا قبل ما يبعتوا يا امي. مش عليا حد يكسب قلبك ابدا. سيبني بقى في حالي والنبي. وسمعت منه يا امي قال لك ان الخدامين اللي عنده عايشين احسن مننا؟ ده احنا ولا حاجة. ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ورشدي بيه يعرف انك هنا دلوقتي؟ وحتى لو يعرف انا ما بسرقش. يبقى انا اللي بسرق، واحسن لك انك تمشي من هنا يا بنت الناس من غير ما ترد. اتفضلي. من الواضح ان انت فهمت غلط. هو عايز يفهمك ان هو بيحب الشباب الناجحين اللي عندهم طموح كبير ومصممين عليه، وانا متاكده يبقى انا فهمت صح، وانا نور مش هبقى ولا اكون واحد من الناس الناجحين اللي ابوك بيحبهم. الموضوع خلاص انتهى. يا احمد انت كده بتتنازل عني بسهوله قوي من غير حتى ما تحاول تعمل حاجه. انت ما كنتش ليا اصلا عشان اتنازل عنك. كل ده كان وهم، كان وهم وصدقنا انا وانت. وبعدين عايزين اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اخد بطوله الجمهوريه؟ بطوله العالم؟ طز. كل ده عند ابوكي ولا حاجه. انا اصلا عند ابوكي بس ده يساوي عندي كتير. انت الانسان الوحيد اللي انا حبيته يا احمد. انسيني، انسيني يا نور. وانت هتنساني؟ عارف يا احمد، انا ابتديت احس انك بتحب تعيش دور الضحيه وشايف نفسك فيه طول الوقت، وكل شويه يجي حد يدوس على حلمك وانت تنسحب لحد ما هيجي يوم تلاقي نفسك فيه ولا حاجه. عارف ليه؟ بص حواليك وانت تعرفي كويس. شوف انت فين وانا فين. عشان خاطر الغلابه اللي متعلقين في رقبتي جوه. عشان انا مش قد اكرم ولا قد ابوك ولا قد اللي زيهم. عارف وانا صغير اتعلمت البوكس عشان احمي السندوتش بتاعي. دلوقتي انا مش عارف اتعلم ايه علشان اعيش. عرفت ليه؟ عشان فقير. عشان فقير. 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 لا مش عشان فقير، عشان ضعيف. مش قلت لك ضعيف؟ البنت جات لك لغايه عندك، يعني شرياك. ما تسيبهاش يا احمد، اطلع وراها يا ابني، اطلع.
بنقرب كتير وبنبعد قوي، وبنحلم نطير بجناح مش قوي. بنقرب كتير وبنبعد قوي، وبنحلم نطير بجناح مش قوي. ليه ما استنيتيش؟ لو قلتلك حبك خلاص ما تصدقيش. ليه ما استنيتيش؟ لو قلتلك حبك خلاص ما تصدقيش. جوايا عايز يحضنك، جواكي شيء بيردني، جوانا صوت عايز يعيش. ليه ما استنيتيش؟ ليه ما استنيتيش؟ ليه ما استنيتيش؟ ليه ما استنيتيش؟ يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا. شوف يا صادق بيه، انا عايز اعرف بعد ما ندخل بطولة العالم ايه اللي هيتم بالظبط. هيبقى فيه تمويل كويس، هيبقى فيه ماتشات بره مع محترفين، ولو وصل للنهائي وكسب في بطولة العالم ده في حد ذاته شرف كبير لمصر، وهيدر عليك وعليه دخل كبير قوي. انا هكون صريح مع حضرتك، حكاية الدخل الكتير دي لا تعنيني. انا اللي يعنيني اكتر ان بنتي تعمل العملية. الموضوع ده اعتبره انتهى. اهم حاجة النهاردة نكتب العقود والاتفاقات بأسرع وقت ممكن. ان شاء الله. عليك يا ابني، ايه اللي صابك؟ عينه صابتك يا ضنايا. اسم الله يا ابني. قوم قوم يا حبيبي قوم. انا كويس يا امي، انا كويس. عايز اخش. انت رايح مروح؟ سلام. سلام. ناس عيشت ارتاحت وناس كابتن، انا ايه اللي جابني النادي وربنا انا عايز اروح البيت. تعالى هنا. لما الست والدتك اتصلت بيا فكرت انها بتبالغ، ما كنتش اعرف ان الامور وصلت للدرجات دي وانك عملت في نفسك كده. والنبي يا كابتن سيبني في اللي انا فيه، محدش ليه دعوه بيا. لما المدرب بتاعك يكلمك تقف وتسمع كلام. لو سمحت يا ست ام احمد، اعملي لي كوبايه قهوه ساده مغليه. حاضر يا اخويا. يا مراري يا مراري يا كابتن. يا كابتن تعالى يا كابتن انا تعبان. لازم تفوق عشان تسمع كلام. يا كابتن انا تعبان. تعبان؟ يا كابتن والنبي يا كابتن. قوم. انا مخنوق يا كابتن. تعالى قوم بصعوبتك بحنيتك، خليتك عيل بدل ما تبقى راجل. يا كابتن يا كابتن تعبان. تعبان يا كابتن. لازم تفوق يا كابتن. بقول لك فوق. أكيد مش هو ده السبب اللي جابك من الإسماعيلية لحد هنا وخلاك تجرجر أمك وأختك وراك. حسبتها غلط. الغلط مردود. لا يا اخويا مش عايز زفت. إيه يعني حسبناها غلط؟ ما كلنا في سنك حسبناها غلط. بس لازم تفهم إن الغلطة ساعات بتبقى بالفورة كلها. يما تعالى نسافر اسماعيليه عشان خاطر يما انا هلاقي شغل هناك يما. تعالى هنا. لازم تفهم يا أحمد إنك لو استسلمت هتحس بالعجز والندم طول عمرك، هتبقى زي الحيطة المايلة، أي هزة ممكن تساويها بالأرض. أنا كمان استسلمت زيك في لحظة وحسيت بالعكس،
بس قاومت الاحساس ده وخرجت براه وقدرت احلم، ولازم احقق حلمي وانجح. انت كمان لازم تنجح. مش هلعب يا كابتن. هتلعب مش لاعب يا كابتن. مش لاعب. انا مصر وبشجعك، ربنا معاك. من دلوقتي انا هكسب وقتي ولازم ابدا افوق. ايوه كفايه ابص ورايا ولازم ابص لفوق. هتحدى نفسي وهنسى يأسي وكل جراحي كمان. ده من النهارده هقوي قلبي وعيني. هتعب وعرق هرمي وهحرق الماضي الهدام. شويه قوه وصبر اكيد انا هوصل للاحلام. ده الماضي مات والذكريات ملهاش جوايا مكان. بالضربه اللي ما بتموتنيش بتقويني. حب ايه ده كان خيابه قلب حد ما طالش حاجه. مش هتنفع الطيابه تاني. الحياه اهي مستمره حبه حلوه حبه مره. نفسي تبقى يا قلبي مره اناني. هتفضلي كده على طول ولا ايه؟ انت بقيتي حاجه مقرفه. ده ايه القرف ده؟ انت في ايه يا بنتي ما بتحبيش؟ طيب مع السلامه. في حاجه يا كابتن؟ بنتي كانت بتقول لي ان انا وحشتها، قلت لها وانت كمان وحشتيني بس غصب عني، اعمل ايه يعني؟ طب وربنا عندها حق، انا ام واختي وحشني بطريقه فظيعه. يا احمد ساعات بتقسى على اقرب الناس ليك مش عشان انت عايز تقسى عليهم، عشان في هدف انت عايز توصل له. اكيد اي اب يتمنى ان ابنه او بنته يفتخروا بيه، زي ما انت تتمنى ان امك واختك يفتخروا بيك. النجاح ليه تمن ولازم يدفع غصب عنك. انت ضابط شرطه انت؟ في يا فندم. فيني تحت ايديا ملف كامل ببلاغات وشكاوي عن تجاوزات ومخالفات انت ارتكبتها. كلها بلاغات كيديه يا فندم. البلاغات الكيديه اللي بتتكلم عليها حضرتك الضابط دي كلها مؤيده بمستندات ومستندات حقيقيه. يا فندم من فضلك اقف معايا ما تسيبنيش، صدقني انا مظلوم. ازاي اقف مع واحد خان مقتضيات وظيفته وخان اليمين اللي حلفه؟ على العموم الكلام ما عادش ينفع خلاص، الموضوع خلاص خرج من ايديا. النهارده صدر قرار بوقفك عن العمل وحالتك للتحقيق، واي كلام عايز تقوله تقدر تقوله في التحقيقات. اتفضل يا الضابط. على فكرة يا مانو، أنا مبسوط من اجتهادك وتركيزك في التدريب، عشان كده النهارده بريك مفيش تدريب، وبالمناسبة دي هعزمك على الغدا يا سيدي. الله اكبر، ربنا أيوة. يبارك لك كابتن يا رب. بس في حاجة أنت اللي هتحاسب. ليه كده يا كابتن؟ ربنا يبارك لك برضه. كابتن هو انا ممكن اخد البطوله دي؟ أقول لك على حاجة، بالحسابات العادية وبالمنطق نقول لأ. دول العالم الثالث ناسها دايما أحلامهم مؤجلة أو مجهضة، بس الحقيقة بتقول إن إحنا هنا عشان ننافس على البطولة دي، وإن إحنا ممكن ناخدها، ولازم أنت تعافر عشان تحقق حلمك. بص، صلاح جاهين ليه رباعية حلوة أوي أنا بحبها، بيقول: أنا اللي بالأمر المحال ارتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوا، طلته ما طلتوش، إيه أنا يهمني وليه، مدام قلبي بالنشوة ارتوى. بالتالي أنت ممكن تكسب. انا مش فاهم انت اتجوزتيني ليه اصلا؟ انا اللي مش فاهمه انت اتجوزتني ليه اصلا. عشان خاطر الفلوس كنت خدها يا اخي وخلصني. هي حصلت؟ كل ده عشان ظروف الشغل والتحقيق؟ مشكله صغيره وهتعدي وهرجع الشغل تاني واحسن من الاول. وفلوسكم دي انا اللي كنت بخلصها لكم، وشغل ابوكي كله انا اللي كنت بخلصه له. يبقى لازم تبقي فاهمه كويس قوي ان كل اللي انت فيه ده انا السبب فيه.
اكرم بقى عصبي جدا وعلى طول خناق. وليه ما قلتليش كده من الاول؟ كنت فاكره انها فتره وهتعدي، لكن من الواضح ان الحكايه دي مش هتعدي على خير. حلو قوي. هي بتشتكي لك؟ طب والله كويس، اصيله. بس المفروض بقى انك تعقلها، مش تيجي في صفها. يعني ايه؟ يعني انا مش ناقص وقرفان ومخنوق، وانت وبنتك مالكوش مكان في دماغي اصلا. خلاص طلعها. الملاكم اللي على اليمين ده امريكاني واللي معاه ده اسباني. الملاكم الامريكاني ده ملاكم مؤذي وليه ضحايا، لعب 38 مباراه ما خسرش فيهم مباراه، وصل للنهائي 3 مرات وكسب البطوله مره. عن نفسي اذا كان ليك نصيب ما تمناش انك تقابله في النهائي. مفيش حل، هتقابله في النهائي. خليها على الله يا كابتن. اعذريني يا نور، انا اسف، ما كانش قصدي اضايقك، بس انت عارفه الظروف اللي انا بمر بيها ظروف صعبه قوي. انا اسف. لسه بتحبيه؟ طب وانا؟ لا كنت فاهمه ان انتهيت عشان وقفوني على الشغل، تبقى غلطانه. لو نقلوا لي اخر الدنيا حتى لو سبت الخدمه هفضل اكرم فؤاد. واحمد ده نهايته على ايدي. حرام عليك، طلعني بقى. مالك يا نور؟ تعالي ادخلي يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك يا ضناي؟ يلا يا نور، يلا يا حبيبتي قومي كلي لك لقمه بسله، مش قرداحي، لا بلحمه، مع ان النهارده مش الجمعه، لكن قلت يلا ان شاء الله ما حد حوش. النهارده عيد يا حبيبتي عشان انتي في وسطينا. الو يا حبيبي، بقول لك ايه، في حد هنا مهم يعني عايز يكلمك. احمد وحشتني. نور، انت عندنا في البيت؟ ما تزعلش مني يا احمد، انا فهمتك غلط وفهمت حبك للي حواليك ضعف، وافتكرت ان انا بعاقبك بجوازي من اكرم، بس لقيتني بعاقب نفسي. انت ما غلطتيش لوحدك، انا كمان غلطت. يا رب ما تبعديش عني يا احلى نور في الدنيا. ان شاء الله هكون حرة وهكون ليك. لسه عاوزني يا احمد؟ لسه عايزك، ده انا روحي رجعت لي تاني يا نور. وانا كمان، دادي وعدني انه هيخلصني من اكرم وهكون ليك. محتاجه اكون معاك. لو وصلت الماتش النهائي وانا خلصت من موضوع اكرم هاجي واحضر معاك الماتش. لازم تكسب يا احمد وتحقق حلمك وحلم اللي حواليك، وخصوصا بقى علي وحبيبه. مين علي وحبيبه دول؟ ولادنا يا احمد، مش احنا قلنا هنجيب ولد وبنت؟ يا رب يا نور، بس انا مش عايز ولد وبنت بس، انا عايز 4 بنات و4 ولاد وشاي و7 كوب. وفي ورق تاني؟ يا رب يا نور، املى الدنيا كل عيال، بس يكون منك انت يا نور. بحبك. مخبي نور فين يا رشدي؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ اوعى تكون فاكر ان احنا خايفين منك. تعال هنا. انا متاكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين يا نور؟ انت مالكش دعوه بيها. عيب اللي انت بتعمله ده. عيب على بنتك تسيب البيت وتمشي، وعيب عليك اساسا انك ما عرفتش تربيها. يا نور نور نور، انت فين يا نور؟ نور احمد هيفرح قوي عشان هنروح له ونحضر معاه ماتش النهائي. طب يلا بسرعه عشان ما نتاخرش على ميعاد الطياره. بتخبيها مني يا رشدي؟
لا لا يا رشدي، لا يا رشدي، نور دي بتاعتي، هجيبها يا رشدي، يعني هجيبها. خدي يا نور يا حبيبتي حله المحشي دي، اديها لحمه وخليه ياكلها كده قدام عينيكي صابع. حله محشي ايه يا ماما؟ حطها فين دي؟ في الفلاش باك اللي معاكي في الطياره. ايوه. لا والله. وقولي لامك بتدعي لك ودعي لك، ربنا يكرمكم ويوفقكم مع بعض. وبوسي قولي كتير. عيب يا ام احمد، ابوسه ازاي بس؟ مفيش مشكله، هو هيبوسك. طنط سلمي لي على بابا قوي واديله الجواب ده وقولي له ان هو وحشني قوي. حاضر يا حبيبه بابا. خلي بالك من نفسك يا ايمان، خليكي جدعه كده، ولو عاوزتي حاجه تطلبيها من اخوك، بس ما تقليش عليه، ما تطلبيش منه حاجه، خليه يتمرن كده ويبقى كويس. شوف وشك بخير. باي. ربنا يغنمكم السلامه يا رب. فتح عينك، فتح عينك آخر مرة. طبعا بالله يا حبيبي، بس تعالي. وخصوصا بقى علي وحبيبي. مين علي وحبيبي دول؟ ولادنا يا احمد، مش احنا قلنا بنجيب ولد وبنت؟ تمشي بعد ما وصلت لنهائي بطولة العالم، تسيب البطولة وتمشي؟ انا تعبان يا كابتن، مش قادر اكمل، تعبان. اوعى تفتكر ان انا مش حاسس بيك، حصل لي ده قبلك زمان لما مراتي ماتت وانكسر قلبي وسابتني لوحدي. بس لازم تفهم حاجة، اللحظة اللي انت نزلت فيها من الطيارة ورجلك لمست ارض البلد دي عشان تشارك في البطولة، انت ما بقتش تلعب باسمك لوحدك، بقيت تلعب باسم ناس كتيرة، بلد بحالها. لازم تفهم ده، امك واختك واصحابك وولاد حتتك، كل اهل بلدك، البيوت المشتاقة يتسمع فيها زغروطة فرحة وانتصار، كل دول عايز تسيبهم وتمشي وتكسر قلبهم ما تفرحهمش. وانا مين فرحني ولا مين حس بيا؟ ده انا لما حسبت الايام اللي انا فرحت فيها لقيت نفسي خسران كتير قوي، لقيت نفسي مش عايش يا كابتن. ولما خدت بطولة الجمهورية ما فرحتش؟ اما توصل لنهائي بطولة العالم ده ما يفرحكش؟ انك تنافس على بطولة العالم ده ما يفرحكش؟
الجرايد والمجلات ومحطات التلفزيون اللي هتستناك في بلدك زي الابطال، ده ما يفرحكش. الولاد الصغيرين اللي شايفينك مثل وقدوه، ده ما يفرحكش. الناس الغلابه اللي انت منهم اللي بيتنشأوا على حاجه تفرحهم وانت اللي في ايدك تفرحهم، ده ما يفرحكش. لازم تفهم حاجه، ان انت يكفيك شرف المحاوله حتى لو اتغلبت. ولازم تفهم حاجه، اذا بطلت تحلم يبقى الاحسن انك تموت. فاهم؟ امشي يا احمد، امشي امشي. انا سمعت كل كلام الراجل ده، كل كلامه صح. وعلى فكرة ده كان حلم نور الله يرحمها. الله أكبر. الله أكبر. we have the World Championship match. Let me introduce to you. يسعدنا أن ننقل لكم اليوم المباراة النهائية والمرتقبة على بطولة العالم لملاكمة المحترفين. لأول مرة في النهائي ابن النيل بطل مصر والعرب أحمد مانو على بطل العالم الحالي Egyptian hero Mano. حسني يا أحمد. طلع النبي عليك. صد يا احمد. اهرب من الحبال، ما تخلوش يحصرك ويزنقك فيها، وما تسيبش وشك مكشوف يحمي وشك، وما تفكرش في اي حاجه غير في حلمك. فاهم؟ فكر في حلمك وبس. عارف يعني ايه بطل العالم؟
عارف ولا لا؟ قفل على الضوحة يا أحمد. ما تقعدش، خليك واقف. هو دلوقتي هيستغرب انت ما قعدتش ليه وهيسأل. هزه. Why isn't he sitting down? Forget about him. Pay attention to me. بتكشف وشك ليه؟ احمي نفسك واحمي جنبك. خلي بالك القبر بتاعته مؤذية. Box. يلا ربنا معاك. ابعد. قفل يا أحمد. قفل على ضوعك يا أحمد. يا مصيبتي. ما تبينش ان الضربة أثرت فيك، فاهم؟ ما تبينش انها مأثرة فيك. وبعدين لعبوا على الحبال، مجموعات وتبعد، اوعى تلتحق معاه. واستخدم القمر بتاعتك اليمين، هتخلص بيها الماتش. يلا حلمك قرب، اسعد مصر وكل المصريين. يلا يا أحمد. ربنا معاك.
قيوم لكل شيء قدير. اضرب يا احمد. يمين. اضرب يا احمد. ابني بطل مصر، بطل مصر، بطل العالم، لا بطل الدنيا كلها. تعبت وربنا نصرني بدعوة أمي قدرني أفرح القلوب دي وحلمي العمر حققته. ابني بطل العالم. رفعت أنا راسها بإيدي ودموع الفرحة في عيني، خلاص حزن السنين كله بعون اللي أنا هزمته. ابني مصري وأبوه مصري. أنا نديانين هتحدى المستحيل.